القلق بقى فين في الاغنيه دي؟ القلق بالنسبه لي في الغنى بتاع انغام. البوم يدوخ. في هنا بقى اسئله كتير. هل ألبوم أنغام عظيم فعلا؟ هل مناسب للصيف التقل ده؟ طب هل حد حس انه شبه بعضه شويه؟ يعني لما تخلص الألبوم ما تحسش انهم 12 اغنيه، تحسهم 3 4 اغاني وبيتعادوا؟ دي تبقى كارثه لو شبه بعضه، لانه ده هيخليني حتى مش عارف اتكلم عن الاغاني. هقول ايه مختلف في كل اغنيه ما هم شبه بعض؟ ان انا اتكلم عن 12 اغنيه ورا بعض وافرق ما بينهم؟ فهنشوف، وفي الاخر هنبقى جاوبنا على كل هذه الاسئله. واحلى ما في التجربه بالنسبه لي ان في 12 اغنيه نزلوا مع بعض، وانا على يوتيوب شايفهم كده مرصوصين، وبختار الاسامي اللي بتشدني. فلاقي مثلا موافقه، كان بريء، تيجي نسيب، فكل اسم ادوس واتفاجئ بقى اشوف ايه موضوع الاغنيه وايه قصتها وايه مزيكتها. لان ده حتى مختلف عن نوستالجيا الالبومز بتاعت زمان. كان زمان الالبوم شريط بتشغله بيمشي بالترتيب اللي صناع الالبوم عاملينه، انت مش انت اللي بتختار. فهنا هو مزيج ما بين فكره الالبوم 12 اغنيه مع بعض، وفكره ان هم عشان في يوتيوب دلوقتي فانا شايفهم قدامي كده وانا اللي بختار. فلايك وشير وسبسكرايب وكومنت لو الكلام ده عجبك، ويلا بينا. الالبوم كله وتريات، اللي هو كمانجات، الصوت اللي هو ده لازم نبقى عارفينه عشان الالبوم كله كده. حلو ولا زياده؟ هنقول الحركات دي في الاخر. بس هي الوتريات بتدي ستايل فخم. انغام تحب كده، ستايل اوركسترالي. انغام تعز ده. الاصوات اللي انت سامعها اغلبها اصوات لايف، اصوات المزيكا مش اصوات على الكمبيوتر. وبنشوف ده من كم الاسامي المكتوبه لصناع كل اغنيه، فده بيدي كواليتي اعلى وبيعرفك كم المجهود المبذول في هذا المشروع. انغام تحب اكيد ده. هعمل زي ما عملت وانا بسمع في الالبوم، هختار كده بالاسامي اللي بتشد، وواحده واحده نبدا نستكشف كده ونستمتع. فمثلا تيجي نسيب مش اسمها يشد على قد ما هي عنوان الالبوم، فبتبقى انت عايز تعرف من الاخر يعني الالبوم، الاغنيه الرمز او اللي بتعبر عنه شكلها ايه. كلمات اكرم حسني، الحان ايهاب عبد الواحد، توزيع حسن الشافعي، طبعا مع حفظ الالقاب للجميع. كلمات اكرم حسني دي حاجه ملفته للانتباه، ده خبر، فاكيد يخلي التركيز اكتر على الكلام. وانا شايف الكلام هو اقوى عنصر في الاغنيه دي، في الفكره بتاعت السخريه بتاعت انغام. تيجي نسيب نجيبها في النصيب، تيجي نضيع، تيجي احنا الاثنين نبيع، يعني فيها الى حد ما الطريقه بتاعت توصيل رسائل مش مباشره. عاجبني الفكره، فكره ان جزء غنى حر من غير ايقاع يعني، والجزء اللي بعده مقسوم بيخش بقى بالايقاع. فكرة كويسة، لحن كورد لطيف، بس لسه مش حاسس ان دي اقوى اغنية في الالبوم. يعني ممكن يكون اسمها ملفت فخليناها عنوان الالبوم، لكن بالنسبة لي مش هي الاقوى. وباخد بالي بقى في المعاناة ان هي مثلا بتقول تيجي نضيع وبتعمل كده، والملل لا يحتمل. مش عارف ليه الملل لا يحتمل، ليه مش الألم لا يحتمل؟ حاسسها احلى، لانه هو في مشاكل كبيره، في مشاكل بينهم. يعني بتقول له يلا نشاهد الجميع وانا انهزمت واتكسرت بايديك حرام عليك. فما اعتقدش ان الملل لا يحتمل، ما اعتقدش ان المشكله في الملل، ممكن الالم. فتبقى الالم لا يحتمل، راح الامل خد حته منك. وجهات نظر يعني. المهم انها اغنيه حلوه. تاني اغنيه اسمها شدني برضو، موافقه. موافقه من انغام دي تشدني، لان انغام عايز اعرف موافقه على ايه، مش هتوافق على اي حاجه، زي اكتب لك تعهد كده. فنخش ونشوف. كلمات مصطفى حدوته، الحان ايهاب عبد الواحد، توزيع مصطفى نجم، مع حفظ الالقاب للجميع لاخر الفيديو. ومصطفى حدوته ده شاطر قوي، يعني بيعرف يعمل عمرو دياب اللي هو عايزه، زي يا قمر لو في اتنين منك واتنين قمر، مش عارف ايه، بيعمل الانغام اللي هي عايزاه. كان مكسر الدنيا قبل كده في المهرجانات، فدي موهبه لا يستهان بها اطلاقا. حاسس برضو ان الكلام اقوى حاجه في الاغنيه، فكره جديده، فكره ان احنا هنسيب بعض، طب تعالى نتحاسب، رجع لي شخصيتي كيانها مش شخصيتي شخصيتي يعني، وانا هرجع لك روحك المطفيه وكل مشاكلك النفسيه. فاحنا علاقتنا ببعض دي خسرتني وكسبتك انت، فلا تعالى نتحاسب، نرجع كل حاجه مكانها قبل ما نسيب بعض، لان انت ليك عندي حاجات. ارجع لك الوجع لازم تاخده، انت من امتى بتسكت على حقك؟ دي فكره جامده. طبعا هي فكره منطقيا مش صحيه، يعني ده غلط. في الاول وفي الاخر التجارب الصعبه دي بتخلينا اقوى، يعني ده حاجه لابد منها. مفيش حاجه اسمها نرجع زي ما كنا، لا ده احنا كده استفدنا، يعني هي اللي استفادت اكتر منه. وهنأكد على المعنى ده في اغنيه تانية جايه. بس انا بتكلم فكره ان الحزن والانهيار فيطلع كلام كده بالفكره دي ممتع. وبيلفت نظري قوي ان السينيو اللي هو من اول حقي وحقك اتقال مره بعد الكوبليه على طول، حياتنا الطبيعيه وحقي وحقك، والاغنيه شغاله. والمره التانية ما اتقالش بعد الكوبليه على طول، ده اتقال بعده بشويه كده صغيرين، بس مع ان احنا علينا الطبقه فبقى طعمه مختلف. من غير ما نعد في اسبابنا، شويه مزيكا كده، وبعد كده ايه، حقي وحقك، طبقه مختلفه. يعني تغيير الطبق ده كان بيتعمل زمان، بقالي كتير ما بسمعوش، بس هو حلو، حركه روشنه كده جميله في الاخر بتدوقك الجمله من طبقه مختلفه. بس كان نفسي هنا ان يبقى في الجزء الاخير ده جيتار كده روك
يزعق في ديستورشن كده، يعني يشارك في الخناقه دي، يبقى ده مع تغيير الطبقه فيعلي الخناقه مع الفايبس بتاعت النهايه. طبعا انا بقول حاجات بسيطه على كل اغنيه عشان نلحق نجيب ال 12 اغنيه في فيديو. ايه الاسم اللي شدني اللي جاي؟ اغنيه كان بريء. عايز اعرف كان بريء حصل له ايه. الاغنيه دي من اقوى 3 اغاني في الالبوم لما نيجي نرتب الاغاني الاقوى في الاخر، وفي نفس الوقت الحان مين بقى؟ تامر عاشور، توزيع نادر حمدي، كلمات نادر عبد الله. ايه اكتر حاجه عجباني في هذه الاغنيه؟ البنى بتاعها لحد ما بنوصل لمش عداله، مع الوضع في الاعتبار ان مساحتها الموسيقيه الاغنيه دي اللحن كبيره، فيها حروف من بعيد واطي ومن بعيد عالي، فانت بتسمع صوت انغام في الواطي هنا، وبعدين لما بنيجي نعلى بقى بالتسلسل، ده البنى اللي عاجبني اللي بقول لكم عليه، نوصل لحد بتعلى. مش عدالة بتتقال أول مرة وبتتقال تاني بنعلى أكتر. بص صوت أنغام بيعلى، والمصطلحات موقف مش رجولي كان وصولي، لأن قبلها ما هو ده البنى كان طفولي وكان في كذا موقف بطولي. هو في الحقيقة ما كانش بريء، هي كانت فاكرة بريء، يعني كان في نظرها بريء. خش على اللي شدتني بعدها برضو، خليك معاها. يعني أنا أعرف خليك معايا على رأي عمرو دياب، ده اللي أنا أفهمه، إنما خليك معاها أكرم حسني، إيهاب عبد الواحد، نادر حمدي، كلمات ألحان توزيع، كلام جامد برضو. يعني أكرم حسني شاعر جامد، تركيبة الكلام أنا حاسسها مميزة كده جديدة، والكلام صادم. حبتني جايز كانت محاولة، مين فينا أولى أنا ولا هي؟ لا هي طبعا، وبلاش نجمل، انا لو هكمل هتضحي بيا. حاسس في تفاهم ما بين اللحن والمزيكا وحلوين. اللحن في الاول على الهادي مع كوردات مع وتريات على الهادي، بعد كده بنخش على جمله كوبري كده عشان نوصل للسينيو اللي فيه الخناقه، يعني علينا شويه. بيبدا هنا بقى السينيو اللي فيه الخناقه، الوتريات بتتخانق والايقاع بيظهر، الدرامز، وفي تمل الايقاع بيسكت. وبيعجبني السينيو لما بيتقال تاني مره، الخناقه بتبقى عليت قوي، بتلاقي الوتريات داخله زي القطر، بص عامله ازاي. وفي حليه هنا بتاعت انغام برضو مفاجاه، اسمح بانك في غنى مع لحن مع مزيكا متفاهمين قوي، وقلنا الكلام جميل، فهي اغنيه حلوه وجميله. نخش بقى على اغنيه توزيعها هو الاقوى، وهي الاغنيه برضو من اقوى 3 اغاني لما نرتب في الاخر. هو انت مين، هالة الزيات، محمود خيامي، طارق مدكور. البدايه حلوه، جيتار مع كلارنيت مع وتريات مع ايقاع لاتن خفيف. عندك الفاصل الموسيقي، انا شايف هو الاقوى في الالبوم كله، فاصل بالكلارنيت اللي بيلعبه اللي هو حسنو، ده عازف تركي مشهور قوي، هو ممكن يبقى الاشهر في تركيا. فاكرين التراك بتاع محمد فؤاد اللي هو طمني عليك وقول فين الاقيك؟ وبعد كده لما اكتشفنا ان هو تراك تركي اصلا، كان حسنو ده هو اللي لعبه، حد جامد قوي قوي يعني. اهو السولو ده، والوتريات ردودها على انغام برضو حلو قوي. بص الوتريات برضو تا 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 تا. لحن كورد بسيط مش معقد لك الدنيا، مخليها لك رايقه. ورغم ان كلام الاغنيه مفرح، انت مين عشان في ثانيه تشيل حاجات وتهد رصه ذكريات؟ واضح ان كان في ذكريات، يعني ايه تجربه حب جديده بعد تجربه سيئه، ده بيبقى عظيم. طبعا يا قلبك لو عينيك نايمين وعن نوم عينك تمنعني، زي وانا اسهر ما نمشي، يا اللي ما بتسهرش ليله يا حبيبي، عيون القلب نجاة. في هنا حاجه غريبه، النبض يعزف لك نيات، يعني هو النبض يوم ما هيعزف ايقاع، لان النبض ده ايقاع. الناي ده بيقول، الناي دي قالت نفخ، يعني بتقول جمل، يعني ازاي النبض اللي هو بيلعب ايقاع هيلعب لي نيات؟ ما اعرفش، انا مش فاهم. كنت بقى بقول انه رغم الكلام مفرح، بس المزيكا واللحن مخليين الستايل برضو ايه، في شجن كده، زي اللي ايه هعيط من الفرحه. فهي الاغنيه حلوه، يعني بتجمع ما بين الطريقه الموسيقيه اللي مسيطره على الالبوم بالوتريات والفخامه، وفي نفس الوقت البساطه في اللحن والغنى والكلام المفرح، لذيذه قوي. نيجي بقى الاغنيه بعدها، هي فيها مشكله من بدايتها. اغنيه ايه الاخبار، احنا قلنا انغام هو انت مين، الاغنيه اللي لسه خلصانه دي بدايتها كلارنيت مع جيتار مع وتريات، فبتلاقي ايه الاخبار نفس البدايه، نفس ال3 آلات. معرفش ليه التشابه ده. يعني حسيت البدايه مش اقوى من هو انت مين، ده يمكن قفلني شويه في بدايه الاغنيه، بس اللحن حلو، يعني اللحن فيه نقله كده لذيذه، ده كده نهاوند. تيجي تخش بقى على السينيو،
انا اللي مضيع حياتها، كرد بس بيلمس مع الحجاز، بتستنى. فلذيذه يعني عن الحزن وتوتر الفراق، ان الاخبار هي كل شويه بتسال على الاخبار، وهي متوقعه ان ممكن لما تسال على الاخبار ده يجي خبر يصدمها. فقبل ما نتصدم تعالوا نخش بقى على اللي بعدها بقى. دي اغنيه مقسوم، هي يعني اقوى اغنيه مقسوم في الالبوم في رايي، اللي هي اسكت. المقسوم فيه روح ومعاه وتريات نشيطه فمعليه الموضوع. بصوا السحبه دي، اسكت على المسرح دي تبقى رهيبه، وبدايه حتى اللحن كورد بس بدايه يعني ايه روشه، اسكت تيرا، والمزيكا بتروت. بعد كده الكورد بقى اللي احنا عارفينه، الدنيا غيرتنا وخلاص النهارده بقى الفراق تالتنا. والاغنيه دي بقى فيها الفكره اللي انا قلت عليها من شويه، لما انغام من شويه قالت له ماشي هنسيب بعض بس تعالى نتحاسب، خد اللي ليك وهات اللي ليا. هنا قالت له حاجه مختلفه، هي دي بقى الحاجه الاحلى. انا ما بتعادش تاني، هسيبك الليالي تعارك باللي فات، انت تستاهل انك تموت بالذكريات. كنت انا سمعت مره نصيحه عن الموضوع ده، بيقول لك لما تيجي في حد تقطع علاقتك بيه، لو انت شايف انه اساء لك يعني، فعقابه مش انك تسأله، عقابه انك تبقى كويس للنهايه. فهو مع مرور الايام هيقابل ناس مش كويسه اكيد، فيعرف قيمتك. فهنا نفس الفكره، اسيبك لليالي تعايرك باللي فات، انت تستاهل تموت بالذكريات. طب لو عدت الايام وما عرفش قيمتي خلاص، يبقى انت ما كنتش كويس، يبقى انت كنت مدعي. لا بهزر انت زي الفل. خش على اللي بعده. وبقالك قلب، الاغنيه دي بقى اكتر اغنيه فيها قلق، طبعا من اسمها فيها ستايل السخريه بتاع انغام. وبقالك قلب، قول للزمان يرجع من تاني، يمكن يوميها عذابي يروح. طب انا لو قلت للزمان يرجع ورجعنا وعذابك ما هنش، لما رجعنا كده على الفاضي زي ام كلثوم، قول للزمان ارجع يا زمان وهات لي قلب لا داب ولا حن. فكنت بقول طب انا لما ارجع بالزمان خلاص قلبك هيبقى لا داب ولا حن، مش مستاهل اجيب قلب يعني، سخريه يعني. طبعا هو الملفت هنا كلمات امير طعيمه، الحان رياض الهمشري، توزيع طارق مدكور. رياض الهمشري هو فنان ملحن توفى في 2007 من زمان، فواضح ان دي اغنيه قديمه كانت موجوده. الملحن رياض الهمشري يعني برضو لو انتم مش عارفينه، هو انا اكتر في ليه حاجات كده، اكتب على النت هتلاقي ليه حاجات. ملحن كبير قوي. اكتر حاجتين بحبهم له، ما جابش سيرتي، ما قالش حاجه لانغام، كانش نفسه، وحاجه لشيرين كده اللي هو بلجأ لمين تراريرا تيرا عبني لو شيء صغير مس. ملحن جامد. والاغنيه دي يمكن عشان قديمه ففيها الستايل القديم الكلاسيكي بتاع التلحين، اللي هو انت عندك بتاع حوالي 4 مقامات يعني جمعنا المقامات كلها اللي المفروض تبقى في الالبوم في الاغنيه دي. تحسه بقى لك قلب، تحسها حجاز، وبعد كده وبقيت بتحب، تحسه بقى كورد، بعد كده بترجع للحجاز، فرحت لك. بعد كده في حته تقول للزمان في السينيو بيقلب بقى مقام شرقي بياتي بيروح. بعد كده جمله صبا مقام الحزين، وحكايه سيرتنا القلق بقى فين في الاغنيه دي؟ لسه ما قلتوش. القلق بالنسبه لي في الغنى بتاع انغام، حسيت ان مش ده اللي انا حبه، مش ده ذوقي. هي مش عافقه او مش مأكدة على الحروف قوي، فمش قادر استطعم قوي ال4 مقامات، بدور عليهم. يعني البياتي ده اللي اكد لي انه بياتي، انا كنت شاكك من كتر ما هي مش عافقه الحروف قوي، اتاكدت من المزيكا ولحد دلوقتي مش متاكد، ممكن ما يطلعش بياتي من كتر ما الموضوع مش واضح. ما ده لحن برضه ما يتغناش وهي بتحط ميك اب يعني، هو عشان كده مش ظابط في الغنى، محتاج تركيز. وممكن تبقى مشكله في هندسه الصوت، في التيك نفسه اللي اخدناه من انغام، كان المفروض يتعاد او نشوف تيك افضل من كده ليها. نخش على اغنيه برضو من اقوى 3 اغاني اللي هي ما كانش وقته. اكتر حاجه ملفته بالنسبه لي ان بحس ان في مشكله بتحصل ما بين اللحن والكلمات، مين بقى بيحلها؟ هنشوف. بقول يا ريت كمل خداع، نساني رد اعتباري. دي مشكله كبيره قوي، فكره انك في علاقه تتمنى ان تفضل مخدوع ولا انك تعرف الحقيقه من كتر هوسك بالشخص. دي مشكله انسانيه كبيره وموجوده، انا شفتها اكتر من مره، وحلها مش بالكلام الفارغ بتاع ما في ده، هي ايه الحب وايه الزفت ده وايه اللي انت بتعمله ده وكرامتك. اعتقد حلها محتاج علم ودراسه، وكل واحد ليه حكايته وليه ظروفه. لحن جامد. ان هواندي مساحته كبيره زي ما قلنا، واطي وعالي، واللي مكبر مساحته دي نطتين ممكن يجيبوا ديسك صادمين زي الكلام ما قلنا انه صادم. بص النطه، ما كانش وقته النطه التانية هي دي بقى اللي فيها المشكله، اللي قلت ما بين الكلام واللحن. ايه المشكله؟ المشكله ان احنا اول مره لما قلنا ما كانش وقته، الحرف ده اللي انا بقوله ده مناسب ان انا مد وقته، بص اقدر امد براحتي. انما بقى الحرف اللي جاي بقول الوهم ارحم، فان انا مد مع حرف الميم، الوهم ارحم، فحرف الميم هنا بيخنق، لانه بعد كده مين اللي يحلم فحاسس ان الميم عملت ازمه. اللي حل الازمه دي بقى التوزيع، حركه ذكيه جدا. واحنا بنقول ما كانش وقته، قام التوزيع عامل
في الخلفيه. عملها مع حرف الميم برضو مع وتريات فلغوشت، فما حسيتش بالخنقه بتاعت حرف الميم. وفي مره من المرات انغام هي اللي حلت المشكله برضو، قامت قايله الوهم ارحم، ما نطتش فالميم طلعت سالكه يحلم. فبالتالي المشكله مع حلها عملوا لي فكره جديده ممتعه. فاضل 3 اغاني هانت ما تقلقوش. في اغنيه اسمها بنعمل حاجات. بنعمل حاجات دي هي مش ذوقي لسبب، نوعيه الاغاني دي هي بتتكلم عن الدنيا بشكل عام، فانا مش عارف انا اعمل ايه، يعني ايه المطلوب مني. احنا دلوقتي بنعمل حاجات مش شبهنا، ما تليقش بينا وتبقى في ماضينا. في رحله حياتنا نقابل في ناس ونفارق في ناس. طب انا دلوقتي فين السؤال؟ او حقائق ماشي ده واقع، وبعدين مين فينا عاش ما غلطش غلطه بيدفع ثمنها بيندم عشانها وتفضل جراحه. يعني في احباط كده انا مش فاهم ليه، والحل ايه؟ ماشيه السنين ونمشي معاها متاهه المتاهه على نفس حالنا. يعني مودها كده كلاميا وموسيقيا وغنائيا ما فيهاش حاجه بالنسبه لي، مش ذوقي. يعني خش على القلوب اسرار، اغنيه حلوه ولكن بالنسبه لي كانت فرصه مهدره. هو برضو موضوع مبهج يعني عن الحب، هما فيش غير اغنيتين مبهجين في الحب تقريبا، يعني هي دي القلوب اسرار وهو انت مين. هنا موضوع مبهج بس برضو متغنيه بشجن. ليه يعني؟ ليه حتى الفرحه بنقولها بحزن؟ طب هو انت مين ماشي تقبلتها من شويه وكانت جميله ولطيفه وقلنا احسن توزيع والمزيكا والحكايه والروايه. هنا بالنسبه لي كانت فرصه مهدره ان احنا بان ده موضوع مبهج يتغنى بقى بمزيكا تانية، نروح بقى في حته بعيده بغنى مختلف. لكن برضو حسيتها نفس الدوامه اللي بتدوخ بتاعت الوتريات. اخر اغنيه اقول لك ايه، عندي فيها مشكلتين الاغنيه دي. اول حاجه انها اخر واحده اسمعها فكنت خلاص مش قادر. عارفين لما تخش محل بيرفيومز روايح وتقعد تشم بعد 3 4 5 6 خلاص يبقى انت مش قادر تفرق اصلا ما بينهم. فدي اول مشكله واجهتني. تاني مشكله بقى وهي الاهم، ان الاغنيه اغلبها من غير ايقاع. الايقاع بينشط الموضوع اكتر، بيدي روح، بيدي امل حتى لو الموضوع حزين. فمن غيره هنا الموضوع مكئب جدا، خصوصا ان الكلام صعب مع مزيكا تحس فيها اليأس. سجن بنيته بايديا بيبان وجراح عشان ما اخرجش منه اديتك المفتاح، روحي اللي بعذبها. هي طبعا اذواق بس يعني ده مش ذوقي، الحاجات دي بتاثر عليا فبتبقى صعبه، مش بمل لها قوي. طبعا انتوا شفتوا كميه الوتريات اللي في الاغاني، وانا كنت دايما شايف لو هتسالني كنت اقول لك ايه، الوتريات بتحسسني بالدفء. بس مع الالبوم ده عرفت ان كتر الوتريات بيدوخ، يعني ممكن تطلع دايخ من الالبوم ده من كتر مع الوتريات بتعمل دفء في الحر ده. ومن هنا تيجي النقطه، هل التقل بتاع الالبوم ده موسيقيا ولحنيا كلاميا بالذات بتاع صيف؟ انا شايف انه 12 اغنيه ده رقم كبير، فالمفروض بناء عليه يبقى فيه تنويع اكتر من كده ويبقى ملائم للصيف اكتر. يعني الالبوم حلو، البوم جميل عجبني فعلا، بس ما اقدرش عليه في الصيف الكم ده مره واحده لانه فيه تقل، والتقل ده مكرر في اغاني كتير. اقوى اغاني قبل ما تمشي هي بقى اذواق. يعني انا بالنسبه لي رقم 1 انت مين. انت مين اكتر حاجه عجباني فيها مخليها رقم 1 ان هي اول ما سمعتها اول مره عجبتني، ولما سمعتها بعدها بشويه كده عجبتني برضو. يعني في اغاني ما بتعجبكش من اول مره، وفي اغاني بتعجبك اول مره ما بتعجبكش تاني. فهي بساطتها ولطافتها في الوقت اللي احنا فيه ده ان هي لو عايز انطباع اولاني هتعجبك، لو بعد شويه ولما تسمع الالبوم كله هتكتشف ان هي عجباك برضو. رقم 2 اغنيتين افكارهم حلوه، كان بريء اللي هي مش عداله تامر عاشور، وما كانش وقته. دي 3 اغاني. واحد يقول لي طب قول لي مركز ثالث، عادي انت احنا ورانا ايه نتكلم. ممكن اقول لكم اغنيتين وانتوا اختاروا منهم المركز الثالث. انا مش عارف، اسكت وموافقه، اختار انت مين فيهم تاخد المركز الثالث. لو عجبكم الفيديو رايك في الكومنتات، اشترك لايك شير وشكرا.